وصراحة لاكوي ديال الجمهور هنا في أكادير كان واحد لاكوي لي كبير بحال ديما، ماشي أول مرة كنلعبوا في مدينة أكادير. الحمد لله المباراة دازت في مستوى كبير. عندنا دابا مباراة أخرى غادي نحاولوا نعطيو المجهود ديالنا بحال ديما ونكملوا في هذا الخط التصاعد. والكلمة اللي كنبغي نقول للجمهور هي يعني يزيدوا يساندوا هاد اللاعبين بحال اللي ساندوهم ديما، وهادشي اللي كاين. ان شاء الله حنا كنحسوا بواحد المسؤوليه باش نعطيو لعشاق المنتخب الوطني والمغاربه كاملين داكشي اللي تيتسناو، وان شاء الله يكون خير. وبالفعل لا موين داج كما شتي فهي صغيره، وكما قلت لك هاد الدراري هادو غادي يفوتونا حنا في المستقبل، غادي يكونوا لعبه كبار يعني اكثر من داكشي اللي زعما اللي داز من قبل اكيد. والحمد لله فكما شتي الكره ديال اليوم كتعتمد بزاف على لي جون، والحمد لله فعندنا ماشي غير فرقه واحده، عندنا ثلاثه الفراقي الحمد لله، ولاعبين في مستوى كبار اللي كاينين، وحتى شي وحدين اللي ما كاينينش الحمد لله. الحمد لله الاجواء كدوز مزيان، اجواء عائليه وهذا هو المهم. ودابا حققنا الفوز في المقابله الاولى، فرحنا الجماهير. دابا نخدموا على المقابله الثانيه ان شاء الله ونحقق الفوز الثاني، وهذا هو المهم، ونكملوا في السكه ديال الفوز ونزيدوا نخدموا على الجروب ان شاء الله. اجواء زوينه بزاف. الجماهير كما كنعرفوا ديما كيساندونا، كانت المسانده كبيره من الجماهير، ودازت الاجواء زوينه والحمد لله حققنا الفوز. نتمنى في المقابله التاليه نحققوا الفوز بنتيجه كبيره ان شاء الله ونهديوها للجماهير. المقابله الاولى ديالي الحمد لله دازت في اجواء رائعه، عاوننا الجروب والدراري، وهذا حلم اللي كنت كنتسنى من شحال هذه باش الحمد لله من يتحقق. ودابا نزيد نشتغل باش نرجع الثقه ديال الطاقم التقني اللي تاق فيا، ويكون عندنا حسن ظن الجماهير ان شاء الله.
اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.